السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه. وحشتوني جدا وعارفة ان انا متأخرة في الفيديوهات. ان شاء الله مش هنتأخر ونشتغل مع بعض موديلات جديدة وافكار كتيرة. بشكر كل اللي سأل عليا واللي كلموني خاص وطمنوا عليا. ان شاء الله هنشتغل مع بعض الفترة الجاية موديلات شتوي. حابة اكون معاكم. ناس كتيرة كلموني وسألوني على حاجات شتوي، فان شاء الله هننفذ مع بعض اكتر من موديل. جايلكم النهارده بفكره حلوه قوي. هي فكره خارج الصندوق شويه، اعتبروها زي فكره اعاده التدوير. لو انت مثلا عندك كروكس قديم، هو ده قديم اهو انا اشتغلت عليه، لكن ده جديد عشان المقاس بس. حبيت اشرح على مقاس ستاندر شويه. هننفذ مع بعض النهارده ان شاء الله. فكره الكروكس دي منتشره وحلوه جدا شتوي. فكرته جميله وسهله وسريعه. تحسي باستمتاع جدا وانت شغاله فيه. ان شاء الله هنشرح مع بعض كل تفصيله فيه. الفيديو ده هتلاقوه من الفيديوهات المفصله. هنتكلم عن كل تفصيله ان شاء الله. تقدري تنفذيه باي خيط موجود عندك، ببواقي خيوط. انا هنا نفذت على كروكس قديم عندي، عملت له زي اعاده تدوير، لكن عشان الشرح يبقى على مقاس ستاندر شويه اللي هو مقاس 40 سم اللي هو كبير يعني، فجبت الكروكس الجديد ده لان ما كانش عندي من المقاس الجديد ده. لكن انت لو عندك اي كروكس قديم هتشتغلي عليه ان شاء الله. وحتى لو الفكره عجبتك ممكن تجربي في كروكس قديم عندك وان شاء الله تتدربي عليه، ولما يعجبك تبقي تقدري تعملي بيه مشروع كمان. تقدري تعملي ليكي يعني، فتكوني اتدربتي في حاجه موجوده عندك بالفعل، بواقي خيوط وكروكس قديم. هنشوف كل التفاصيل ان شاء الله مع بعض. لو اول مره تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه. دلوقتي بدايه الفكره جت ان احنا نعمل الكروكسات دي او السليبر ده بيدفي في الشيت بدل اللكلوك. فالفكره عندنا ان احنا ازاي من حاجه قديمه اهي مرميه متقطعه، وهنشوف كل التفاصيل مع بعض ازاي حاجه. انا اسفه طبعا على شكله، بس انا عايزه اوريكي فكره ان هي حاجه قديمه ما بنستخدمهاش خالص، تقدري توظفيها في حاجه شكلها حلو جدا واستعمالاتها حلو. تقدري تنفذي بيها شخصيات كرتونيه، تقدري بيها ببواقي خيوط عندك تعملي زي اسطر زي كده، هتلمي لك بواقي الخيوط وهتديكي نتيجه حلوه جدا. تزينيها بورده، تزينيها بفرع شجره. افكارها كتيره جدا التزيين، لكن فكرته هو نفسها انك حيتي حاجه قديمه مرميه لحاجه تستخدميها، وفكرتها حلوه والاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا. الفكره عندنا ان هو انا كنت هشتغل على الكروكس الصغير، لكن انا حبيت اعمل المقاس ستاندر شويه، فانا جبت الكروكس اللي هو مقاس 40 ده اللي انا عملت بيه شخصيه شلبي اهو. اشتغلت عليه علشان يبقى معانا برضو المقاس الكبير. نفس الطريقة اللي هنشتغل بيها دي تقدري تنفذي بيها اي مقاس سليبر او كروكس عندك. بنفس الطريقة. احنا محتاجين بس نوفر حاجة. حاولي الكروكس اللي هتشتغل عليه ما يكونش فيه فتحات كتيرة او ما يكونش فيه فتحات كبيرة، بحيث ان احنا لما نيجي نطبق الشغل عليه ونشده ما يبقاش فيه فراغات. ده مش هيبان فيه على فكرة، هو فراغاته قليلة ما يبقاش فراغاته كبيرة. اول حاجة الكروكس بيجيلك بالشكل ده اهو، هيبقى فيه اللي هي البتاعه دي انا شلتها، قصيتها وشلتها. تاني جزئيه عندك الحز اللي هو ده، لو حسيتيه الوش عالي قوي ممكن تقصي لحد الحز ده. انا هنا عملت كده اهو. الكروكس ده قصيت الحز اللي هو شلت اللي هي الجزء اللي هو بتاع الفله دي، وشلت الجزء ده اللي هو هنا ده الحز ده، وخدته داير ما يدور. بصي كده الحز هنا اللي هو داير ده عشان يبقى كله ارتفاع واحد وما يتعبكيش في الشغل. اهي باينه اهي. هنا في حته دي انا شلتها بالمقص اهي، خليته بالسوا ده. الخطوه دي مش اساسيه، تقدري تسيبيه على وضعه وتقدري تعمليه. انا كمان في الكروكس ده اللي هو كان مستعمل اهو، حتى مستعمل بايظ اهو، اشتغلت عليه وهو كان مظبوط وما قصيتش منه حاجه. دي اول جزئيه. يبقى الكروكس اللي هنجيبه هتشتغلي عليه بنفس النمط ايا ما كان شكله. هنا بقى هنشتغل. انا عملت فردة شلبي، هنكمل ان شاء الله الفردة التانية مع بعض وبنفس الطريقة تعملي اي شخصية. هجهز الخامات بتاعتنا ونرجع. مبدئيا تقدري تشتغلي باي خيوط عندك، قطن، صوف، بس احنا طبعا عشان في الشتاء وعايزينه يدفي فهنشتغل بصوف. بما ان طبعا اسعار الهيمالايا والاسعار بقت غاليه قوي، في بديل ليه اللي هو البرنس السوفتي، حلو جدا ونفس فتله الهيمالايا وبرده معالج ضد الوبره. وموجود كمان كارما
حلو جدا. الاتنين انا استعملتهم، نتيجتهم حلوه جدا، زيه زي الهيمالايا بالظبط، بس سعره اقل شويه. اي خيوط بقى موجوده عندك، بواقي خيوط، اشتغلي بيها. كمان تقدري تشتغلي بمكرميه فرنساوي، ممكن تعمليه كمان بخيش. هي افكار كتيره، نفذي بيها بقى ايه زي ما انت عايزه. انا هنا هشتغل ببرنس السوفتي وابره 3، وتقدري طبعا حسب شدة ايدك. هنشتغل القاعدة الاول. عندي بداية الكروكس ده احنا بنعمله ازاي؟ فكرته ان احنا بنعمل قاعدة او نعل زي ما بنعمل النعل بتاع اللكلوك. هنعمل نعل نفرده في الارضية هنا، بس هنحتاجه يوفر لي شرطين. الشرط الاولاني ان هو يجيب العرض اللي هو عرض الكروكس من جوه، ويبقى بزيادة، يعني بمعنى انه ما يبقاش على حرف الكروكس بالظبط، لا اديني سنتي كمان فوق، عشان هنشوف مع بعض خطوة خطوة ان احنا هنخيط النعل ده في الكروكس. فعشان اعرف اخيطه ما يبقاش قد الكروكس بالظبط، فانا محتاجة احقق شرط ان هو يديني العرض بزيادة سنتي، والطول بزيادة، ان انا اما اطلع الكروكس القاعدة النعل دي ابقى عايزاها طالعة لحد الحرف هنا. وبرضه هنشوف خطوة خطوة. طيب انا هعمل القاعدة بتاعتي ازاي؟ هبدأ ب35 سلسلة. انا هنا شغالة بإبرة 3، وهنعمل قاعدة. بصوا انا فكرت اعملها بقاعدة نعل، لقيتها ما بتبانش، يعني كده كده احنا بندخل النعل جوه، ما بيبقاش باين منه اي حاجة غير الطرف بتاعه اللي هنا ده، فشكله متدرج اللي هي تدريجة النعل او قاعدة بيضاوي، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. فالاسهل عشان ما تتلخبطيش، اشتغلت قاعدة بيضاوي كأني بعمل قاعدة شنطة. هبدأ معاكي سطرين، وهحط لك لينك القاعدة البيضاوي ازاي بنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وما تبقاش ليها حروف سداسية. هبدأ ب35 سلسلة، هجهز ال35 سلسلة ونرجع. خلصت اهم 35 سلسلة، وانا هشتغل بغرزة نص عمود، فهاخد سلسلة كمان ارتفاع، هلف الخيط على الابرة، واول غرزة بعد سلسلة الارتفاع هدخل واعمل فيها 3 نص عمود. ادي 1 في نفس الغرزة، 2 في نفس الغرزة، 3. هنشتغل قاعدة بيضاوي بأسهل طريقة اهي. هشتغل في كل غرزة بعدها غرزة نص عمود، ادي 1 اللي بعدها هشتغل، يبقى انا اول غرزة اشتغلت فيها 3 نص عمود. اي غرزة هتقابلني بعد كده هشتغل فيها نص عمود لحد ما اوصل لاول غرزة في الدور. وانا هحاول اشرح بسرعة شوية علشان الكروكس فيه تفاصيل كتيرة، فعشان ما يبقاش الفيديو طويل هشتغل لاخر غرزة واوصل لاخر غرزة في الدور، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص اهو، بعد ما اشتغلت في اول غرزة 3 نص عمود في كل غرزة، اخر غرزة هدخل واشتغل فيها 6 نص عمود. ادي 1 2 3 4 5 6 نص عمود. تمام. هرجع بقى هاخد في كل غرزة الغرزة المقابلة ليها اهي واشتغل فيها كده اهي. هبدأ اشتغل قاعدة بيضاوي كأني بعمل قاعدة شنطة. هفضل اشتغل سطور تزايد ايا ما كان المقاس اللي انت هتشتغلي بيه. طبعا لو هتشتغلي مقاس اطفال هتبدأي ب30 سلسلة، مقاس كبار هتشتغلي ب35 سلسلة. طبعا ده هيفرق حسب سمك الخيط اللي بتشتغلي بيه. هفضل اشتغل قاعدة بتزايد لحد ما اوصل زي ما اتفقنا نحقق الشرطين اللي قلنا عليهم. ادي شكل القاعدة اللي انا اشتغلتها اهي. اشتغلت القاعدة، هنشوف مقاسها. هنا انا شغاله الكروكس ده مقاس 40 41 اهو. فانا هنا وصلت لكام؟ وصلت ل 28 بالظبط، 29 سنتي طول، تقريبا 12 سنتي عرض. طيب نشوف بقى شكلها كده لما احطها في الكروكس انا عايزاها توصل لايه. اشتغلي باي قاعده بيضاوي انت بتبقى سهله عليكي اهي. هبدأ احط ده كده جوه. بصي هنا، بصي طالع لفوق هنا من الحروف، مش نايم على القاعده من تحت، وهنعرف ده ليه اهو. بصي كده من جوه اهي باين حروفه طالعه في الجنب كده. خلاص. وكمان انا محتاجه كمان يبقى واصل لجوه فوق. هظبطه بس بايدي بالراحه كده اهو اهي، عشان اما اجي اثبته خياطه يبقى ثابت في الاجناب. واهو واهو. وليه بقى عايزه طويل؟ بحيث ان انا لما اجي افرده كده الاقي اخر سطر ده عندي بارز فوق الشغل اهو. يعني بصي القاعده عندك وصلت لايه؟ ان انا افردها
وتبقى مزنوقه لجوه كده اهي، اهي جايه، ايوه، تبقى من جوه مرفوعه على حرف الكروكس، ومن قدام هنا مرفوعه على حرف الكروكس. وكل ده هنعرفه في خطوه خطوه. انا كده خلصت القاعده اللي زي ما اتفقنا حسب المقاس اللي هتبدأي بيه، عشان نبدأ مع بعض نعمل الوش اللي هو هنبدأه من اول هنا اللي هي البوزة دي. هبدأ ب 13 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دول بما فيهم الارتفاع. هنا هشتغل الوش بنص عمود، لا هشتغله بحشو، عشان انا محتاجه الوش يبقى مقفل قوي وغرزه مقفله علشان ما يبانش اي حاجه من الكروكس تحتيه. طيب هبدا اشتغل سطر حشو، وهعمله ازاي؟ انا طبعا هشتغل الجزء ده غير العرض ده، فهبدأ اشتغل الجزء ده واعمل تزايدات ان انا اوصل للعرض ده. فهنشوف مع بعض ازاي. هاجي في اول غرزة اشتغل، هبدأ التزايد على طول، فهاجي في اول غرزة واعمل 2 حشو، ادي 1 2. التزايدات اللي عندي بعملها هعملها في الاول وفي الاخر، يعني في اول غرزة وفي اخر غرزة. بعد كده همشي فوق كل غرزة غرزة اهي، فوق كل غرزة غرزة حشو، بس عملت في الاولانيه 2، بحيث ان انا مثلا بادئه ب 12 سلسله اللي هما 13 واحده ارتفاع، يعني 12 غرزه. بعد ما اخلص الدور ده المفروض يبقوا 14، لان انا هعمل تزايد في اول غرزه وتزايد في اخر غرزه، فهيدوني 14 سلسله. لو هتشتغلي مقاس اطفال هتبداي ب 11 غرزه اهو. يبقى احنا هنتعلم برضو نعمل ازاي الكبير والصغير اهو. جيت عند اخر غرزة هدخل واعمل فيها 2، انا لسه ما وصلتش اهي، فاضل غرزة اهي. اول غرزة عندي في الدور هعمل فيها ادي غرزة، وادي التانية، تمام اهي. خلاص هرتفع سلسلة والف الشغل. هبدأ اعمل تزايد برضو في اول غرزة، هعمل ادي 1 في نفس الغرزة 2. الغرزة اللي بعدها فوق كل غرزة غرزة كده. اي مكان بقى شكل الكروكس عندك هتبدأي تبني الوش بتاعه، بحيث ان انا الجزء اللي قدام رفيع، بعد كده بيبدأ يبقى مليان، فهبدأ ازود القطعة بتاعتي واعرضها لحد ما اوصل لاعرض حتة في الكروكس اهي. حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة هعمل فيها تزايد. همشي النظام ده ازاي؟ همشي النظام ده ان انا اعمل تزايدات حسب ما اوصل لاعرض حتة. وصلتي لاعرض حتة ابدأ امشي سطور ثبات. بمعنى ايه؟ يعني القطعة هنا رفيعة، فانا هاجي احط القطعة بتاعتي كده اهي، اهي كده اهي، هتلاقيها واخده وش البوز. خلي بالك الجزء اللي تحت ده احنا بنعمل له جزء هنا فما بيبقاش باين، فاحنا بنبدا نغطي في الكروكس من اول البوزه اللي فوق دي، تمام اهي. وتبداي بقى، هبدا كل ما بعمل تزايد كل ما الحته دي بتكبر معايا، فبفضل اعمل تزايد لحد ما بوصل لاعرض حته عندي هنا كده مثلا، هي دي اعرض حته عندي في الكروكس، وببدا امشي الجزء ده سطور ثبات. خلاص هاجي عند اخر جزء هنا هبص الاقي عندي البوزه دي انا عايزه اغطيها، فباجي عند اخر سطرين 3 واعمل تزايدات تانية، بحيث ان انا الشكل بتاعي ده كله يتغطى. ففكره التزايد دي هتعمليها حسب شكل الكروكس اللي عندك، بحيث ان انت تغطي المنطقه كلها. لحد برضو الحرف ده مش هغطيه، انا بغطي لحد حرف الكروكس من فوق هنا، لان الجزء ده بنعمل له شريط كده بيتركب عليه. فانا هفضل اعمل تزايدات لحد ما هتبقى الشكل القطعه عندي اهي كده. بصي شكلها اهي، بصي شكلها من تحت اهو. فضلت اعمل تزايد لما فضلت تعرض معايا. بعد ما وصلت للعرض اللي انا عاوزاه نزلت سطور ثبات. بعد ما نزلت سطور الثبات جيت عند اخر تقريبا 6 أو 7 سطور عملت فيهم تزايد عشان تديني البوزه اللي تحت دي اهي، بحيث ان انا لما باجي اثبت القماش اللي اثبت الشغل بتاعي كده على الكروكس اهو. بصي اوتوماتيك هتلاقي الكروكس الدايره اهي. بصي الجنب ده اهو اللي هغطي بيه، الجنب ده اهم جزئيه. الكروكس اما اجي اغطيه انا عايزه برضو اخر سطر ده بارز، يعني ما اعملش الكروكس لحد الحرف كده، لا ابصي كده لحد الحرف، لا احنا عايزينه بارز سطر اهو.
البروز السطر ده هنيجي نشوفه برضو بنعمل فيه ايه خطوة خطوة. يبقى انا هتشتغلي القطعة عبارة عن الشكل ده اهي. بصي القطعة نازلة لحد فين، مش نازلة لحد البرواز اللي تحت اهي، ده شكلها. اظن كده الفكرة بسيطة وسهلة وتقدري تنفذيها لأي مقاس. برضو زي ما اتفقنا هنا انا سايبة براح سطر وهنا سايبة براح سطر عن الكروكس. خلصنا الجزء الوش، فاضل لنا الشكل اللي هو الاطار اللي بنعمله ده، وده بنعمله عبارة عن سطور حشو. هنا انا عاملاها 8 او 9 غرز طبعا حسب سمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. فهنا هنعملها اهي الاطار بتاعنا اهو. هنعمل اطار طويل كده، غرز حشو داير ما يدور فوق بعض. هنا انا عاملاهم اهم، ادي غرزة 2 3 4 5 6 7 8 9 سلاسل. يبقى ابدأ 10 سلاسل، بسيب اول غرزة ارتفاع وبعمل 9 سلاسل فوق بعض شريط اهو كده، بحيث ان انا بصي على راحته. احنا الشغل ما بنمطش فيه اي مط، بحيث ان انا اهو لما اقفله كده مع بعض. هنشوف هنقفله مع بعض ازاي خياطه عشان يبقى نظيف اهو. الشغل مفرود مش ممطوط ابدا، علشان يبان جمال الشغل وما يبقاش الشغل ممطوط والغرز واسعه اهي. احنا كده مش باين عندي من الكروكس اي حاجه. طبعا الوان الكروكس مش طالعه مظبوطه، انا جايباها لون شلبي بالظبط، بس طبعا فرق الاضاءه. هبدا بقى هنشوف هنقفل دي مع بعض ازاي. هجيب ابرة تنظيف، طبعا كل قطعة بخلصها اللي هي دي سبت فيها حتة طويلة اللي انا هخيط بيها الطرفين مع بعض كده. هنشوف هنقفلهم، ممكن تقفليهم منزلقة بس انا قفلتها خياطة علشان ما تبقاش ليها بروز وتبقى اهو. انا لضمت ابرة تنظيف اهي. هجيب القطعة واحط اول غرزة مع اول غرزة كده اهي، وادخل في اول غرزة هنا تاني واقفلها بالراحه كده، بحيث انها ما يبقاش ليها غرز بارزه. هاخد كل غرزه مع الغرزه اللي قدامها، لان لما بنعملها بغرزه منزلقه بتبقى بارزه كده، لا احنا عايزينها ملهاش حرف. فهبدا كده اهو اخد كل غرزه بالغرزه المقابله ليها. خلاص سهله جدا، بس عشان يبقى نهتم بالتفاصيل شويه بتفرق جدا في الفينش عندنا وبتخلي شكل الشغل انضف. هكمل تقفيل ليها ونرجع نشوف بقى هنجمع اجزاء اللي احنا عملناها على الكروكس ازاي. نبدأ نثبت اول جزء معانا القاعدة طبعا انا بعد ما خلصتها سبت طرف الخيط طويل اهو، وهلضمه في ابرة التنظيف عشان هبدأ اهي. هندخلها بقى زي ما اتفقنا كده اهي. اظبطي بقى مكانها. قبل ما اثبتها في خطوة بنعملها علشان يبقى تقفيلنا نظيف. هجيب يعني ثبتي القاعدة بتاعتك هنا اهي، كأنك خلاص هتثبتيها خياطة تمام اهي. وهاجي اعلم بماركر قبل ما اثبتها. هجيب ماركرين اهو وهبدأ اثبت القاعدة عندي كده زي ما انا قايلة ان انا هسيب اخر سطر كده بس كده اهو، اللي هو الجزء ده. هاجي عند بداية حرف الكروكس ده اهو، الغرزة دي اهي، واحط فيها ماركر اهي، والمقابلة ليها هنا عند بداية حرف الكروكس اهو، واحط ماركر اهو. ليه؟ هعمل سلاسل من هنا لهنا بدوران الكروكس ده اللي هي ما هيبقوا بالظبط اهي. هيعملوا معانا تقريبا، انا عندي هنا عاملين تقريبا 45 سلسلة. فهدخل اجي عند هشيل دي وهاجي عند الغرزة هنا اللي انا حاطة فيها الماركر، هوصل الخيط اهي. هطلعها بقى، انا خلاص عرفت مكاني. هوصل الخيط اهو واعمل سلاسل اللي هو 1 2 اهو 45 عندي خلاص. واجي اروح شبكاهم في الماركر التاني اهي كده. طبعا حسب مقاس الكروكس عندك. في الكروكس الصغير انا عامله 35 غرزه تمام. عملت غرزه حشو خلاص. هرتفع سلسلتين وارد على الغرز دي. في كل غرزه هعمل غرزه عمود
وبرضو هنشوف خطوة خطوة احنا ليه عملنا الجزئية دي اهي. هشبكها، هشتغل على كل السلاسل دي عمود، سطر رايح وسطر راجع، يعني هشتغل سطرين عمود ثبات مفهومش اي تزايد او زيادة او نقصان، ونرجع نشوف عملناهم ليه. خلاص اهو انا اشتغلت سطرين اللي هو العمدان رايح جاي، وهنشوف دلوقتي ليه. خلاص انا بعد ما كده القاعدة بقت جاهزة عندي، هاجي ابدأ اثبتها، وهنشوف هنثبتها ازاي مع بعض كده. همسك بس طرفها عشان اعرف اثبتها كده. بسم الله اهي. ابدأي بقى افرديها واظبطيها كده اهي، بحيث انها، وبرضو لما خلصت القطعة دي سبت منها طرف خيط اهي علشان هنثبت بيه بس كده عشان ما يكلكعش معايا اهو بالشكل ده. خلاص هبدأ اتأكد ان انا ثبته جوه مظبوط، والجزء عندي اللي انا عايزاه يبقى مرفوع زي ما انا عايزاه عشان اعرف اثبته خياطة اهو كده. عايزه تطرحها من الناحيه دي شويه ايوه كده اهي. هبدا اجيب ابره تنظيف معدن وتكون طويله شويه بما ان الكروكس حجمه كبير عشان اعرف اثبت بيها كده. وهبدا ادخل، على فكره الكروكس بيدخل الابره بتدخل فيه بسهوله جدا مش صعبه اهي. مكان الكروكس مكان الخياطه عندي هنا اهي، ده بدايتها. هبدا ادخل كده اهي، بصي الابره وابدا اشد. طب انا ليه هنا هخيط مش هلزق؟ اولا الخياطه هتبقى امتن، مش امتن وبس، لو جيتي تحطي شمع واحنا بنلزق بشمع، الشمع بيلزق بسرعه شويه، على ما تيجي تظبطي وتدخلي حرف الكروكس هتبصي تلاقيه اللزق نشف وممكن يبوظ لك القطعه اللي انت شغلاها، فهيبقى مش امان ان انت تخيطي، مش امان ان انت تلزقي، مش هتبقى مالكه اللزق قوي. فهنا الخياطه اسهل امتن هنأكد بيها. خلاص وهبدأ بقى، بصي هتبقى سهله جدا. حرف الكروكس عندي اهو، القاعده اللي انا شغلاها، هبدأ اخيط بغرز كده اهي، واخد الابره من جوه بالراحه. هي طبعا هتبقى رخمه شويه لكن نتيجتها افضل وانضف اهي كده اهي. شد كده وابدا بقى من جوه، بصي اهي باخد حرف الجزء بتاع الكروكس بتاعي اللي انا تانياه لفوق كده اهي، واخدها غرز خياطه. هبدا اعمل القاعده كلها لحد الجزء هنا بنفس الطريقه دي. طبعا عشان ما اطولش عليك هتبداي تخيطيها وتثبتيها كويس جدا. الخطوه دي طولي بالك فيها شويه لانها هتفرق معاكي في النتيجه النهائيه. فانا هثبت القاعده كويس جدا، ومن اول هنا يعني من اول الكروكس هنا لحد داير ما يدور هنا الجزء بتاعي. وهنرجع ان شاء الله تكوني مجهزه مسدس الشمع بتاعك ومسخناه عشان هنثبت بيه بقيه الاجزاء. هكمل ونرجع. خلاص اهو بعد ما ثبت القاعده او اللي هي النعل اللي عملناه وكل، طبعا ده مش هيبان عندي فما فيش مشكله منه. هاجي ابدا اثبت الجزء ده اللي هو انا عملته اللي هو سطرين العمدان، هبدا اظبطه كده بالظبط. وبرده زي ما اتفقنا هسيب اخر سطر يكون بارز عن الشغل كده اهي، سيب سطر اللي بحيث ان انا لما اجي القط الغرز تبقى بالنسبه لي بارزه. واجي اثبت كده. انا هنا ناهيه الخيط اهو هعدي كده وابدأ اخدها داير ما يدور كده. هسيب اللي هي السطر الاخراني يبقى بارز، اظبطيها كده اهي، وابدأ اهي كده بالظبط، وابدأ اخدها بقى خياطة كده اهي.
هنا لازم برضو من على الحرف كده تبقى بارزة الغرزة، وابدا اخدها خياطة داير ما يدور لحد هنا. اهم جزئية لازم تاخدي بالك منها، طبعا احنا بنشتغل فردتين، فلازم اللي تشتغليه في الفردة تعمليه في الفردة التانية بالظبط. طيب اقدر ان انا بشتغل وبنسى او مش هشتغلهم الاتنين في وقت واحد. بصي باجي اعمل زي باترون كده ليا. الوش انا اشتغلت ب 13 سلسله منهم الارتفاع، وبعدين بشتغله تزايد. طب انا افترضي انا هنسى التزايد، يبقى عندي مثلا عملت تزايد 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 ثبات ثبات، طبعا برقم السطر، يعني رقم 9 ثبات، رقم 10 ثبات. ده هيسهل عليكي جدا لو ما افتكرتيش، وكمان هيسهل عليكي في ايه لو جيتي تشتغلي في إيه كروكس تاني، هيبقى عندك زي الباترون بتاعك، انا اشتغلت كذا عملت كذا، هيسهل عليكي عشان تطلعي الفردتين شبه بعض بالظبط. ما ترجعيش تقولي ده انا عملت هنا كام غرزه ده هنا كام غرزه، هيسهل علينا. هكمل تثبيت ده ان شاء الله ونرجع نكمل مع بعض. نبدأ دلوقتي نثبت القطع بتاعة الشغل اللي احنا اشتغلناه على الكروكس. اول حاجة هبدأ اثبتها هي الوش بتاعي اهو، بظبطه كده عند بداية الشغل. اول حاجة بعمل حساب ان انا هنا زي ما اتفقنا، هنا انا سايبة سطر اهو بارز عن الشغل، وزيه برضو من فوق بسيبه بارز كده عن الشغل، وبروح شادة الجنبين دول. هنشوف ازاي بنبدأ نثبته. هبدأ احط الشمع على اول، بسم الله. خلي بالكوا عشان بيبقى سخن، وتاني حاجة الغلطة مش هنعرف نرجع فيها. بسم الله، وابدأ احط حرف الشغل كده اهي، واضغط. حاولي ما تكتريش الشمع بحيث انه ما يطلعش منك من الشغل اهي بالشكل ده كده، تمام. وابدأ بقى اثبت جزء جزء كده، وبالراحة على الشمع عشان يبقى الشغل مظبوط وما يطلعش من الشغل. كده كده احنا غرزنا ضيقة ان شاء الله، مفيش حاجة هبان، بس برضو اهي. وتبدأي كده اهو، احط ما تكتريش عشان ما يكلكعش من تحت الشغل ويبقى عامل لك بروز على الشغل اهو كده. وروحي شادة الشغل هنا، هيجي عند الجنب ده اهو، ثبت كده يا رب بس يكون باين اهو، واروح شادة القطعة دي كده. وبرضو الحرف هنا اهو، حرف الخرز السطر اللي انا عايزاه بارز اهو بارز، واجي بس اثبت الجزء الحتة دي عشان ما ايه اهي كده. كل ده ما تقلقيش هيتدارى مش هيبقى باين. واجي عند الجنب ده كده اهو اللي عملناه هنا اهو، هبدأ اثبت اهو شدي كده ده اهو في ثواني اهو. كان الوش عندي اهو تمام. الجزء بتاع القاعدة انا طبعا مثبته الجزء اللي هناك خياطة، هاجي احط في الجناب هنا اهو، برضو ما كترش عشان ما يطلعش من الغرز. واجي بسم الله تروحي مثبته كده اهو بس، وفي الطروف كمان، واعمل حساب السطر اللي انا عايزاه بارز عندي هنا اهو كده اهو كده. بقى عندي الكروكس خلاص اهو. شيل كده، هيجي الجزء اللي احنا عملناه اهو خيطناه مع بعض اهو، هاجي احطه كده. انا عايزه القفله تبقى في النص ورا بالظبط اهي كده، هي مش فارقه اصلا مش باينه. واروح حاطه ده كده اهو. هجيب الخيط
اللي انا اشتغلت منه اهو، وهجيب الابرة وهبدأ اجي اظبط الغرزة هنا في النص، واخد الغرزة المقابلة ليها في النعل اهي. هوصل الخيط كده وهاخد كل غرزة مقابلة. ملحوظة، انا هنا عملت الشريط ده 9 غرز، ما عملتش حساب ان انا هشتغل سطر داير ما يدور اقفلها حشو. انا حبيت شكل الزجزاج بتاعها اللي هو عملناه. انتي حابه تعملي اطار ليها حشو داير ما يدور عشان لما تيجي تثبتي الجزء ده يسهل عليكي، هتعملي حساب الاطار. بمعنى انا هنا اشتغلت 9 غرز، لا هتعمليهم 7 غرز وتعملي سطر حشو داير ما يدور، فهيظبط معاكي العرض. طبعا ده هيرجع لحسب العرض بتاع او ارتفاع الكروكس اللي انتي هتشتغلي عليه. وابدأ بقى اخد كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها في النعل واقفل اهي بغرز حشو. هقرب لك برضو الكاميرا عشان تشوفي اهو كده. اخد كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها من النعل اهي. هكمل بغرز حشو لحد ما اوصل الكورنر ده ونشوف هنعمل فيه ايه. خلاص اهو انا اشتغلت غرز حشو وهي قفلت الجزء ده مع الجزء ده، وصلت اهو للحته دي اللي هي عند السنتر هنا. هدخل اخد الغرزه من هنا واخد الغرزه اللي هنا واخد حرف الغرزه اللي هنا عشان اقفل بيها كده اهي اهي، واطلع غرزه حشو. تمام. هبدأ بقى خلاص هسيب القطعة دي مش هشتغل عليها تاني. هبدأ اخد الوش من هنا مع الوش اللي هنا، عشان كده قلنا نسيب سطر بارز من ده مع سطر بارز من ده كده كده اهو كده. اخد الغرزة دي مع اللي قدامها هنا اهي كده كده. هبدأ اخد هنا واحد مع غرزة من هنا وهكذا طول الدور اهو. الغرزة من هنا مع الغرزة المقابلة ليها هنا اهي اهي. الغرزة المقابلة هنا مع الغرزة المقابلة هنا عشان اقفل الوش ده اهي. ده شكلها. هكمل لنهاية الدور كده ونرجع نشوف هنكمل ازاي. خلاص اهو بعد ما ثبت الغرز الحشو داير ما يدور اهو عندي. اهم حاجة بصي هتلاقي نظافة في التشطيب لو ركزنا في كل تفصيلة. طيب اخر جزء بيه هنعمله اللي هو تعمليه بقى لاي كروكس. هاجي ابدأ اثبت الشغل اللي هو الاطار ده اهو كده. خلي بالك علشان الشمع طبعا اهو اهو كده اهو. وابدأ اخد الاطار ده كله كده. هبدأ الاول اثبت من فوق هنا بالراحة خالص اهي كده. هاجي عند حرف الشغل كده اهي الجزء ده كده اهو. هيدوبك على الحرف بس كده عشان يبقى ايه الشغل بتاعي نظيف. وبالراحه خالص وانتي بتلزقي بالشمع، لان الشمع لو لزق على القماش مش على الشغل مش هتعرفي تفكيه وهتبوظي شكل الشغل اهي. هاخد جزء جزء بقى كده وامشي. باخد الاطار من فوق الاول بالراحه كده اهو. بحط بسيط عشان ما يطلعش من الشغل اهو كده بالشكل ده. الخطوات دي هتعمليها في اي كروكس بتشتغلي عليه باي مقاس. هبدأ برضو اخد الاطار ده بالراحة كده اهو. حرف بحط حاجة بسيطة خالص تثبت لي الشغل اهو كده بالشكل ده. خلاص اهو
اهو كده خلاص الكروكس بتاعي بقى تمام. بعد ما ثبت من فوق هبدأ اثبت برضو بسيط خالص من تحت كده اهو. خد جزء جزء كده، ما تكتريش شمع عشان ما يكلكعش وعشان ما يطلعش من وسط الغرز، بس كده. عشان همشي بقى اكمل بقية تثبيت. طيب انا كده خلصت الكروكس بتاعي، سواء هعمله كروكس شخصيات او سواء هعمله كروكس سادة، هعمله مخطط الوان. فكرة التزيين دي زي ما ترجع لك، بس بما ان انا هنا عاملة شخصية فعملت لها القطع بتاعتها. طبعا الملامح بتاعت الوش دي لو حابين نعمل لها فيديو مخصوص نعملها ان شاء الله مع بعض بتفاصيلها في فيديو عشان نبين فيه الملامح بتاعت الشخصية اهي. بما ان احنا هنعمل شلبي، هو لونه شلبي والله مش عارفة لونه هنا مش طالع قوي ليه، بس هو لونه شلبي يعني كده. وادي المناخير. طبعا الحاجات دي معلش انا هثبتها بالراحة خالص، الملامح دي لازم تتثبت بدقة شوية علشان، وهعمل له بق وهعمل له الناب بتاعه وعاملين له القرن بتاعه اهو كده زي ما عملنا في الفردة الاولانية بالظبط. طيب هنا الفردة الاولانية انا كنت عاملة فيها فكرة عشان يبقى الفردتين مختلفين، ودي طالعة موضة جدا حتى في السليبرات عندنا بتلاقي فردة وفردة. طيب هنا انا عملت الفردة، عملت الاطار ده هنا سادة والاطار هنا انا عاملاه منقوش. طب هنا الاطار ده هعمل فيه ايه؟ انا عاملة بصي انا مجهزاهم اهو، عاملة اشكال عشوائية باللون اللي هو بتاع شلبي اللي هو اللون التاني. هقعد بقى طبعا انضف قطعة قطعة وهثبتها بشكل عشوائي كده، بحيث ان دي تبقى القطع العشوائية اللي هي على جسم شلبي كده كده، يبقى فردة منقطة وفردة مقلمة. طبعا هي فكرة يعني كل واحد بيشكل، هتبقى كده مثلا يعني كل واحد طبعا بيزين بالشكل اللي يحبه. هي مجرد افكار بنقولها مع بعض. تقدري تعملي شخصيات، تعملي خيط ساده زي ما اتفقنا، تعملي بقى بخيوط، تعملي بخيط قطن، تعملي بخيط مكرميه فرنساوي. اي بواقي خيوط عندك هتلميها وتعملي بيها الفكره بتاعتنا. سواء كرتي البعبع سواء شلبي، تعملي شخصيات كرتونيه. فكرته حلوه جدا، ومن حاجه مرميه عندنا في البيت زي ما اتفقنا عملنا حاجه جديده خالص وحيينا بيها حاجة، والأطفال بيحبوا جدا الحاجات دي وبيفرحوا بيها، وكمان بتغير شكل الحاجة جدا. إن شاء الله أنا هخلص الفردة التانية وهصوره لكم ونشوفه مع بعض على الطبيعة، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفي القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة وأفكار كتيرة. هستودعكم الله واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.